أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بأربع طرق مختلفة في الفرن ومقلي. كل طريقة بتطلع أحلى من التانية. لو انتوا ما بتحبوش القرنبيط أو لسه ما جربتوهوش، جربوا تعملوه بالطرق دي، بيبقى لذيذ قوي جنب الأكل، أو ممكن كمان تعملوه في الساندوتشات. ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب للقناة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. يلا نبتدي. هنبتدي نجهز القرنبيط بتاعنا. طبعا جبنا قرنبيطة تكون فريش كده وناشفة، ونبتدي نقطعها قطع مش صغيرة قوي علشان ما تتهريش منكم في السوا. زي ما انتوا شايفين الحجم كده مناسب قوي. وهنجهز طبعا الحلة اللي هنغلي فيها القرنبيط، وهنحتاج ملح وفلفل وبابريكا وكركم. اول ما المية غليت حطينا التوابل والقرنبيط بتاعنا. طبعا اول ما بنحطه الغليان بيهدى شوية، هنستنى اول ما المية تغلي تاني، وبعد كده نبتدي نحسب بالظبط 3 دقايق ونطلعه على طول في مصفى. لازم يكون القرنبيط لسه ماسك نفسه، لان احنا لسه سواء هنقليه او ندخله في الفرن علشان ما يبقاش طري زيادة عن اللزوم. بعد ما سيبنا القرنبيط بتاعنا في المصفى بارد خالص، هنبتدي بقى نجهز خليط التغطية الأول اللي هينفع معانا في الأربع طرق. الخليط ده عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق الأبيض العادي خالص، ربع كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعم، معلقة كبيرة من المستردة بتدي طعم حلو قوي. والتوابل هنحتاج ملح وفلفل اسود، كركم وبابريكا، توم وبصل باودر، شوية من الكمون، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنحط كل المكونات مع بعضها ونحط عليهم مية باردة لغاية ما نوصل لسمك من العجينة يكون مش تقيل ومش خفيف قوي. بنختبر واحدة كده من القرنبيط، لو لقيناها متغطية كويس كده السمك بتاعها مناسب. هنسيب القرنبيط بتاعنا بقى في الخليط دوت متغطي كويس كده لمدة ربع ساعة، وبعد كده نشتغل فيه. اول طريقة هنعمله بيها هي طريقة الفرن. الطريقة دي انا بحبها قوي. جهزت صينية عليها ورقة من الزبدة ورشة من الزيت. جهزنا كيس بلاستيك، وانا النهارده هستخدم البقسماط المعمول من الكورن فليكس. ممكن تستخدموا بقسماط عادي او بانكو او فيجيتار زي ما تحبوا. هحتاج كمان ربع كوباية من الجبنة المبشورة، انا كمان قطعتها بالسكينة صغير قوي، ممكن تستغنوا عنها، دي جبنة نباتي. وتوابل هنحتاج ملح وفلفل اسود، كركم وبابريكا وبصل وتوم باودر. نحط التوابل والبقسماط بتاعنا والجبنة في الكيس كده ونقلبهم كويس، ونبتدي ناخد قطعة من القرنبيط نتأكد انها متغطية كويس بالعجينة، 4 قطع تقريبا كل مرة. ونرجهم كويس قوي في الكيس لغاية ما نتأكد ان هم اتغطوا حلو جدا. زي ما انتوا شايفين الطريقة دي بتطلعه متغطي حلو قوي، وبتنجز في الوقت وما بتبهدلش الدنيا. وبعد كده نطلعها على الصينية بتاعتنا. وبعد ما نخلص الكمية اللي عايزين نعملها في الفرن بنفس الطريقة، هنحطهم على الصينية ونرش عليهم كده رشة من الزيت السبراي، انا بستخدم زيت الزيتون. وهنسخن الفرن على درجة حرارة 400 فahrenheit. المفروض يقعد حوالي تلت ساعة، واخر كام دقيقة انا بشغله الشواية. الثلاث طرق الباقيين هنعملهم مقليين. اول واحدة منهم الطريقة العادية التقليدية اللي بنعملها كلنا في مصر، اللي هو بنحطه في العجينة وبنقليه على طول. وتاني طريقة منهم هنقليه بخليط من الدقيق والنشا. كوباية من الدقيق عليها معلقتين من النشا، ملح وفلفل اسود، بابريكا وكركم وتوم وبصل باودر، بالظبط اكننا بنعمل تشيكن تندرز او فراخ مقرمشة. نخلط التوابل مع الدقيق والنشا ونعمل فيها القرنبيط. واخر طريقة هنعمله في البقسماط او فيجيتار او بانكو زي ما تحبوا. هنحط عليها نفس التوابل بالظبط اللي حطيناها، ملح وفلفل وبابريكا وتوم وبصل باودر. هنخلط المكونات بتاعتنا في الكيس. طريقة الكيس انا بحبها قوي لانها بتنجز في الوقت وما بتبهدلش الدنيا. نبتدي ناخد قطع القرنبيط بعد ما اتأكدنا انها متغطية كويس، ونحط 3 او 4 5 قطع بالكتير في الكيس، نرجهم كويس قوي ويطلع معانا القرنبيط متغطي حلو جدا زي ما انتوا شايفين. ولو بتحبوا الطبقة المقرمشة تبقى أتخن، ممكن تحطوها مرة كمان في العجينة وبعد كده ترجعوها في الدقيق مرة تاني. ونفس الطريقة هنعملها في خليط البقسماط، برضو نتأكد ان القرنبيط متغطي كويس قوي، وبعد كده نحطه في الكيس مع البقسماط بتاعنا ونغطيه كويس قوي. ممكن كمان ان انتوا تزودوا سمك العجينة اللي عملناها، تزودوا كمية الدقيق فيها شوية علشان تبقى الطبقة اتخن شوية فوق القرنبيط زي ما تحبوا. بعد ما خلصنا كل الكمية انا هبتدي اقلي اول حاجة القرنبيط بالطريقة الاولى اللي هو في العجينة بس. على فكرة الطريقة دي ما بتوسخش الزيت خالص، ممكن تنزل حتت صغيرة من العجينة كده، بمجرد انها بتستوي بنطلعها بالمصفى والزيت بتاعكم بيفضل نضيف. اهم حاجة في كل الطرق ان احنا اول ما بنحط القرنبيط ما بنقلبوش خالص اول دقيقة لغاية ما الطبقة تبتدي تمسك، وبعد كده نبتدي نقلب فيه. وزي ما قلت لكم لو في اي عجين وقع في الزيت بنطلعه بالمعلقة كده او بالشبكة. هنسيب القرنبيط بتاعنا في الزيت حوالي تقريبا 4 دقايق، نقلبه كده كل شوية لغاية ما نوصل للون اللي احنا عاوزينه. نكون مجهزين بقى طبق عليه شبكة او راك ونحط القرنبيط بتاعنا. وزي ما قلت لكم كده بين كل مرة ومرة بنضف الزيت لو فيه اي بواقي للعجين. وهبتدي اقلي الواحد اللي بالبقسماط نفس الطريقة. أول ما بننزله ما بنقلبوش خالص لمدة دقيقة، وبعد كده نبتدي كل شوية نقلب فيه تقليبة كده لغاية ما نوصل للون ذهبي حلو قوي نطلعه على طول. الطريقة اللي بالبقسماط دي بيطلع طعمه حلو قوي، ممكن تعملوه مع صوصات أو سندوتشات، بيطلع طعمه جميل جدا. آخر حاجة هقليها اللي احنا عملناه بالدقيق، هننزله في الزيت. طبعا لازم الزيت بتاعنا يكون عميق،
ومش هنقلبه لمدة دقيقة كده، وبعد كده نبتدي نقلب فيه كل شوية لغاية ما نوصل للون ذهبي. القرنبيط بالطريقة دي بيطلع مقرمش قوي. انا خليت الطريقة دي اخر واحدة اعملها لانها بتوقع دقيق في الزيت. كده خلصنا القرنبيط بكل الطرق بتاعتنا، وكمان القرنبيط اللي طلع من الفرن شايفين شكله عامل ازاي، واخد طبقة مقرمشة جدا. الجبنة النباتي كمان اللي قطعناها صغير وحطيناها في خليط التغطية اديتله طعم حلو قوي. ودول التلاتة اللي احنا قليناهم زي ما انتوا شايفين، كل واحد واخد لون وشكل مختلف، وكمان بيبقى طعمه مختلف. جربوا تعملوه بأي طريقة من الطرق دول، او حتى جربوا الاربع طرق وقولولي في الكومنتس رأيكم اكتر طريقة عجبتكم. انا بحب قوي الطريقة اللي عملناها في الفرن، القرنبيط بيطلع مقرمش طعمه مختلف وخفيف جدا، ممكن تاكلوه في سندوتشات او جنب الاكل زي ما تحبوا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.